السلام عليكم ورحمة الله. كل من اندهش بفوز يونس الغربي بالمركز الأول في القرآن الكريم في مسابقة عطر الكلام للقرآن والأذان لا يعرف أصل القصة، مش مطلع، مش متابع جيد للأمر. القرآن أنزل في الحجاز وخط في العراق ورتل وجود في مصر وحفظ وحصن في المغرب من قديم الأزل، من قبل ما كان المغرب يقرأ بورش، أيام ما كان بيقرأ بقراءة ابن عامر الشامي، أيام بلاد الشام ما كانت حاضرة الدولة الأموية وتم فتح الشمال الإفريقي كاملا والأندلس أيام الدولة الأموية، فكان في تأثر بكل ما هو شامي. حوالي 100 سنة، قرن أهل المغرب يقرؤون بقراءة ابن عامر الشامي، ومن بعد فترة بسيطة بقراءة حمزة، إلى أن وصل إليهم قراءة ورش. المغرب لم يأخذوا قراءة ورش إلا بعد ما استقرت قراءة ورش في مصر وفي القيروان، لأنه مصر كانت بتقرأ بورش. ده اللي الناس برضو مش عارفاه، مصر كانت القراءة السائدة فيها قراءة ورش حتى فتحها العثمانيين واستبدلوا قراءة ورش بحفص عن عاصم، وكانت هي القراءة الرسمية في مصر للقرآن الكريم. في الوقت ده كان قراءة ورش وصلت لأهل المغرب اللي اعتنقوها وأتقنوها وعشقوها، وكانوا يتلذذوا بالقرآن بقراءة ورش. وصلت قراءة ورش للمغرب فحفظت وكانت الأرقى، وكانوا يعني بأفضل المصاحف طباعة ومراعاة لأحكام القراءة معمولة في المغرب في قراءة ورش. في المغرب اللي الناس بتندهش ليه المغاربة دائما بياخدوا المراكز الأولى في مسابقات حفظة القرآن في العالم كله. أي مسابقة لازم تلاقي يا جماعة احنا ناسيين من حوالي 3-4 سنوات حصل كما يقال أو كما قاله المتابعون، حصل تسونامي مغربي في بلاد الخليج. المغرب أخذ معظم جوائز في كل فروع مسابقات القرآن الكريم. المغرب مش جديد عليه الموضوع دوت. ليه؟ لأن الموضوع مش من قبيل الصدفة. المغرب واخد المركز الأول عالميا في عدد حاملين وحافظين كتاب الله برقم مرعب، 1,628,054 إنسان. ده اللي مصرح بيهم، غير الناس اللي حافظة لكتاب الله ومش معروفين. ده العدد الرسمي بيحتلوا به بلا منازع المرتبة الأولى عالميا في عدد حافظين حاملي وحاملات كتاب الله. بيليهم المركز الثاني تركيا، بيليهم في المركز الثالث ب1,000,000 حافظ في ليبيا. ده مش من وليد اللحظة، ده مش محض صدفة. 51,000 مدرسة قرآنية في المغرب، على رأسهم دور حتى حديثة اللي هي مدرسة دار زهيرو نواحي طنجة، مدرسة الشيخ الزوين في نواحي مراكش. ليه قراءة ورش انتشرت في المغرب؟ لأنه قراءة ورش دخلت من المئة الثالثة هجرية، بقى من زمان وحتى الآن موجودة. ليه؟ لأنه أول ما دخلت كتبوا قواعد ودونوا قراءة ورش وأحكام القراءة وقواعد التجويد وما إلى ذلك، كتبت من 300 هجرية. هتقول لا هو كان فيه كتابة وقتها؟ يا صديقي، من 1050 سنة جامع كتبية المشهور جدا في ساحة جامع الفنا في مراكش سمي كتبية لأنه الزنقة اللي جنبيه كان فيها بائعين الكتب، وكان يقدر عددهم بأكثر من 100 بائع كتاب. المغرب بلد حضارة دائما. وإلا من أوصل الإسلام إلى أدغال إفريقيا؟ مين اللي وصل الإسلام لربوع أوروبا؟ اسأل برلين، اسأل روما، اسأل إسبانيا. مين اللي فاتح مراكز الدعوة الإسلامية في أوروبا؟ في المركز الأول المغرب، يليها ليبيا وتونس والجزائر من بعد. ولكن المغرب نصيب الأسد في إنشاء مراكز الدعوة للإسلام في أوروبا. يعني لما أثيرت قضية الصحراء المغربية، أهل أسبانيا، الناس في إسبانيا كانوا مرعوبين، لا يكون هيخسروا سبتة ومليليا وبعد كده ده يأثر عليهم بأن هم مضيق جبل طارق ما يكونش تحت الحماية الإسبانية وما يكونش تابع لأسبانيا وما إلى ذلك، رغم أنه كمان في مشكلة مع بريطانيا. إلا أنه لا، كانوا الشعب الإسباني كان مرعوب لدرجة أنه حصل استطلاع رأي ما لا يتم نشره، مش عارف ليه الناس متجاهلة. حصل استطلاع رأي للشعب والشارع الإسباني، يا ترى إيه أكتر دولة أنت بتخاف منها؟ اسأل دلوقتي، أنت متخيل إن هيقولوا أمريكا؟ هيقولوا الصين؟
روسيا؟ ابدا، قالوا المغرب. هتقول لي ازاي؟ ليه الاسبان خايفين من المغرب؟ لانه مش ناسيين المغاربه دخلوا لاسبانيا 800 سنه الدوله الاندلسيه، 800 سنه، ولما انتهت سيطره الدوله الاندلسيه المغاربه اهل المغرب موجودين في اسبانيا حتى الان. فاكتر دوله مسببه رعب ليهم احنا بس اللي عندنا جلد للذات، ما احنا ما بنديش الامور وضعها. المغرب في صلاح الدين الايوبي لما في بيت المقدس عمل باب للمغاربه ووضع عليه كتائب اهل المغرب، كتائب من المغرب فقط. فلما سالوه ليه هنا باب المغاربه فيه كتائب المغرب، قال لهم اهل المغرب لا نؤتى من قبلهم، لا نؤتى من قبلهم. شوف القائد المدرك للامور. فالمغرب بلد عظيم، بلد سني مالكي المذهب، ومن اوائل الدول الاسلاميه اللي عملت قطع علاقات مع المد الصفوي الفارسي تماما ورسميا وبكل مناحي الحريه وابداء الراي وما الى ذلك، الا انه ممنوع تماما سب الصحابه. ممكن تلاقي دول عربيه كتير في الاعلام ولكن الاعلام الحر وما الى ذلك ويشتموا في الصحابه. المغرب ممنوع تماما سب الصحابه فيه. بلد سبحان الله ازعجونا كثيرا بالحديث عن اهل الفساد في المغرب، ولم يحدثون عن اهل الفضل والعباده والبر والتقوى. المغرب رجاله رجال علم وعباده وتقوى وكرم، ونساؤه نساء عفه وطهاره وفضل وبر. انت في المغرب بلد مليئه بالحضاره والتاريخ. اذا تحدث الجدار في المغرب هنا نطق حضاره، اذا تحدث الحجر نطق تاريخ، لو تحدث ورق الشجر نطق علما وثقافه. معروفين اهل المغرب لا ينكر بشقهم المغربي العربي والامازيغي، لا ينكر فضل اهل المغرب على الدين الاسلامي الا جاحد. انسى العرب، اتكلم عن الامازيغ لن تجد في احترامهم وفي تبجيلهم للنبي عليه الصلاه والسلام في الكلام بتاعهم. يحترمون الرسول في كلامهم احترام جم، مش طبيعيين سبحان الله. ففعلا حسن وحفظ القرآن في صدور المغاربة. فلو رفع القرآن من صدور أهل المشرق لا تخف، ستجده محفوظا مصونا مهيبا في صدور أهل المغرب. لا ينكر فضل المغاربة في حفظ القرآن والعمل به إلا جاحد. من زمان تسونامي حصل، تسونامي. فيعني يعني هنقول ايه؟ المغرب في قمة القمم في مجال الدين الإسلامي والقرآن. أنا مندهش من الاستغراب. يونس الغربي لا كل سنة المراكز الأولى في حفظة القرآن الكريم لأهل المغرب، ينافسهم مرة المصريين مرة الأتراك وهكذا. اللي خد جائزة كأفضل في الأذان المؤذن تركي قارة، يليه مؤذن تاني تركي. فسبحان الله المغرب لا يجحد، لا يليق انه تكون الصورة اللي بتصدر للعالم انه نتكلم عن اهل الفساد القليلين الغير موجودين. هكذا اعرف المغرب، عايش في المغرب اكتر من حوالي داخل على 8 سنوات، لم اجد ما يقال في الاعلام، لم اجد الا اهل فضل وبر وتقوى واهل كرم بلا اي مبالغة. القرآن فيه تسابق مش طبيعي. ماذا تفعل لما تشوف كل النساء الفضليات العفيفات وهما بيتوافدوا على دور قراءة القرآن عشان يحفظوا القرآن بتجويده بأحكامه، وتلاقيهم شايلين شهادات عليا في الشريعة وفي الفقه، ومعاهم كمان العلوم العصرية. مدارس زي مدرسة الشيخ زوين في نواحي مراكش، دار زهيرو في نواحي طنجة،
طلعوا عدد عدد رهيب من حفاظ القرآن بالقراءات السبع والعشر. لن تجد هذا العدد. أكثر من 1,600,000 إنسان مغربي حافظين لكتاب الله. حي الله أهل المغرب، حياكم الله يا أهل المغرب، ترفعتم عن كل مسيء، ولا يضيع الله أجر المحسنين.